السلام عليكم. عاملين ايه يا جماعه؟ وحشتوني جدا جدا. النهارده هعمل معاكم محشي ورق عنب. ورق العنب ده انا مخزناه عندي من السنه اللي فاتت ولسه هستخدمه النهارده. وده جزر عشان هعمل عصير برتقان بالجزر. عندي عصير برتقان في التلاجة عملته امبارح، فالنهارده هحط له الجزر عشان لقيته كان حادق شويه. فهنا بقى قشرت الجزر وهقطعه حاجات رفيعه كده عشان وانا بسلقه يتسلق بسرعه، ما ياخدش مني وقت وغاز طبعا. ممكن نسلقه سليم برضو زي ما هو بس بنقشره. هنا بقى قطعتهم كلهم، خلصت الكمية اللي عندي. دول اقل من نص كيلو، وكنت عاملة حوالي كيلو برتقان يعني سادة من غير مية. وهاخد الجزر ده اغسله واحطه في حلة، وهحط عليها مية حلوة وكوباية سكر، وهولع عليهم على النار. دول حوالي نص كيلو الا، يعني نص كيلو الا جزرتين. هعمل بقى خضرة المحشي او الخلطة يعني. جبت بصلاية، احنا عشان 2 فبطبخ على قدنا، فجبت بصلاية واحدة، وبدل ما اقطعها على القطاعة قلت اختصر الوقت، وفي الحقيقة هو الوقت بس التعود يعني. فانا بعملها كده بقى من الجناب، وبعدين هقطعها بالعرض. نقطع بقى بالعرض كده. طبعا يا جماعه انا عندي بيبي، عشان اعمل الاكله دي ممكن اصلا متاخدش ساعه. عملتها في وقت كتير جدا، يعني انا بعمل من الساعه 2 تقريبا، والمغرب هيدن عليا وانا لسه مخلصتش. هنا بقى كنت حاطه ميه تغلي، وبعد ما غليت حطيت فيها ورق العنب. كنت مطلعاه الاول من الفريزر يفك شويه. هنا حطيت البصل على النار، وكان عندي قوطه متسبكه، وحطيت عليها التوابل كلها: ملح، فلفل، كمون، كزبره ناشفه، شطه، بابريكا، قرفه، جنزبيل، تاني، جوز الطيب، روزماري، وكل التوابل اللي عندي حطاها. وهقلب كده لحد ما تتسبك في بعضها. بعد كده هقلب عليها الرز لحد ما ينشف كده، ما تبقاش الصلصه يعني فيها ميه كده يعني. وكان عندي خضره برضو حطاها في الفريزر عشان مش هينفع اعمل كل ده مره واحده، عشان ميبقاش عندي وقت وانا عندي بيبي يعني. فمثلا عندي وقت في مره فبقوم مقطعه الخضار واحطه في كيس في الفريزر. هنا انا اول مره احط ليمون في الحله من تحت، بس يعني هو طلع طعمه حلو بس مزز شويه. هنا بقى انا بحشي، وهنا بنحشي الورقه ازاي؟ بيكون في ناحيه خشنه وناحيه ناعمه، فاحنا بنعمل الرز على الناحيه الخشنه في ورق العنب اهي. وهي ليها فتحتين، بعد ما بحط الرز هاتني فتحة جنب يعني، والجنب التاني عليه، وهتعمل زي مثلث كده، هدوس فوقه وهلف، وهاتني الجناب وهلف، وراعي ان انا ما اخليهاش جامده قوي عشان الرز اللي جواها يستوي. هنا دي ورقه كبيره هنعمل فيها مش هينفع نخليها كلها ورقه وتبقى حاجه بعجوره كده، لا، قطعتها نصين، وممكن اقطعها 3 كمان. في اصلا هنا كتير قطعته 3 لفتها بالشكل ده. للاسف الرز خلص، وانا كنت ناويه ان انا اعمل النهارده وبكره، فيلا ما علينا. هنا كنت خلصت الكميه اللي على قد الرز، وشفت الجزر هنا كان استوى شويه، يعني كان فاضل له شويه على النار يعني، بس لما الشوكه تدخل فيه كده ويبقى سهل يتهرس بنطفي عليه. هنا كان المغرب جدا وانا لسه بعمل الاكل، وما لقيتش حاجه جاهزه في التلاجة اكلها غير الزبادي، اي حاجه تانية كان لسه هعملها. هنا كنت سقيت المحشي، غطيته كده بس بالميه، وهغطي عليه الحله. اول لما يغلي ههدي عليه، وبعد كده لما وشه يطفي كده خالص يبقى فيه زي لمعه شويه، هنطفي البوتاجاز. هنا بقى خدت الجزر والبرتقال وحطيتهم في الخلاط لا هو مش هو خلطتهم في بعض، وما حطيتش سكر عشان اصلا كنت حاطه على البرتقال سكر، وكنت حاطه على الجزر سكر وهو بيتسلق. بعد كده صبيته في الشفشق. هنا انا زوجوجي ما كانش لسه جاي يا جماعه، عشان هو بيجي بعد الفطار، فهو اكيد بيسلك نفسه، فالفطار بتاعنا بيبقى يعتبر عشاء. وهنا كان المحشي استوى، ده منظره. بطفي بقى كده. شوفوا الجمال، وكله مستوي الحمد لله. والطبق ده بقى لما قدمته بالليل واحنا بناكل. سلام.